رسالة التالية: أنا شعري فيه قشرة ومتقصف بطريقة فوق الفظيعة. أكتر من رسالة جات لنا عن القشرة، هنقولها أيضا سريعا ولو إن إحنا قايلينها قريب برضه هنقولها لحضراتكم تاني. هنجيب رأس توم هتفصص جيدا وهتطحن جيدا وهتوضع على فروة الرأس من المساء إلى الصباح. واتفقنا سويا مجرد ما هنحطها هنحس بحرقان شديد جدا واحمرار في فروه الراس تقريبا حوالي 10 دقائق. بعد كده هتهدى الامور لان فيها مضادات للفطريات كتيره جدا في ماده الثوم، وبالتالي بتتفاعل مع الفطريات اللي موجوده او اللي سببت قشره الشعر. بنغسلها بعديها بساعتين، بنكرر العمليه ديت 3 أيام متتاليه ثم مره كل اسبوع لمده شهر. بتنتهي مشكله القشره تماما وبتختفي معانا تماما. اللي مش هيحب الوصفه دي في وصفه اخرى، هنجيب الماء ونضع عليه خل وملح. الماء هنضع عليه خل وملح 5 معالق و5 معالق من ده و5 معالق من ده على 3 لتر من الماء. هتقلب جيدا وهنستخدمه لتشطيف الرأس بعد الغسيل. ده هنعمله يوميا لمدة أسبوع. بتنتهي برضه القشرة، ولكن يعني بيعمل نشفان شوية للشعر، ولكن لا يسبب تساقط ليه ولا جفاف دائم ولكن مؤقت. ممكن ان احنا نستخدم بعده زيت السمسم لتطرية الشعر. دي وصفتين لعلاج قشرة الرأس. اتمنى ان كل اللي باعتين الرسائل بتاعت القشرة نكون كده